السلام عليكم، كيف حالكم شباب؟ رجعنا لكم بمقطع جديد. مقطعنا لهذا اليوم مثل ما قرأت بعنوان المقطع: عودة أقوى جلتش تجميد أسطوري لا نهاية، سولو لحالك ما تحتاج مساعدة أي شخص. طبعا شباب اعذروني، قلت لكم برجع لكم يعني بعد أسبوعين ورجعت لكم بعد 3 أسابيع. فمقطع والله ظروف، كنت راح أنزل لكم مقطع بنفس الموعد اللي قلت لكم، بس والله مرضت شباب ما قد قدرت اني انزل لكم شيء. فالى الان طبعا صوتي ضايع شويه مثل ما انتم تسمعون الحين. فاتمنى يا شباب انكم ما تقصرون معي بالدعم ان شاء الله يا شباب. اول ما اشوف دعم ارجع لكم برجعه قويه. فاتمنى يا شباب انك تغطي زر اللايك وتاخذ رابط القناه او رابط المقطع تنشر لاخوياك عشان يستفيد من المقطع. فاتمنى يا شباب ما تقصروا معي. فبس ما احب اني اطول في الكلام، خاطر مختار طول يا حبيبي. بسم الله ونبدا. طيب يا شباب، تطلع على الجوال، تفتح موقع الانترنت، بعدين يبيك تروح خيار ورستوك، بعدين انت بيك تروح تشتري سيارات السترمجت هذه او السيارات الدركسو. طبعا شباب بداية ابيك تروح تجرب الجليتش، ما بيك تروح تصرف فلوسك كلها على سيارات الدركسو، عشان اذا ما ضبط معاك ما ترجع تقول لي يا ياسر ضاعت فلوسي وانت كاذب. فانا قلت لكم، فانا جربت سيارتين دلكسو مثل ما هو ظاهر امامكم. حاليا ابيك تروح تطفي النت، بعدين تنتظر 5 ثواني، بعدين ترجع تشغل مرة ثانية تجيك هذه الرسالة اضغط عليها اكس. طيب شباب، حاليا اول ما ترسم فلاين ابيك تفتح التاتش باد، بعدين تروح للخيار الدايركتور مود وتضغط اكس. طيب شباب، ضروري يا شباب يكون معاكم الطائر اللي قد شرحنا لكم في مقطع التجميد الاخير كيف تجيب هذا الطائر. فطبعا الحين موجود معي الطائر، بيك تروح تضغط عليه اكس. حاليا اول ما ترسم الشباب يفتح الخريطة تتوجه الى اي مكان في سيارات كثيرة تمر في الشارع، يعني سيارات تمر وراء بعض كثيرة. فعلى سبيل المثال في هذا معاك هذا المكان، اول مكان اللي فوق بالخريطة او معك في المدينة، اهم شيء سيارات في تمر كثير في الخريطة. فانا راح اتوجه الى نفس هذا المكان، فهذا لان المكان فيه سيارات تمر كثيرة. حاليا اول ما تحددها بيك تفتح التشبات، بعدين تروح الخيار الثاني تضغط سهم يسار، بعدين تضغط اكس. حاليا يا شباب ركز معي في هذه الخطوة. حاليا ابيك تطير في الطائر، بعدين ابيك توقع عكس اتجاه السيارات، بعدين ابيك توقع عند اي سيارة او شاحنة او باص او اي شيء، وبعدين ابيك تجهز على نفس المسار او تضبط الطائر بهذه الطريقة. اول ما تحصل السيارة حاليا ابيك تضغط سهم يسار، تجهز عند شركة اوف لاين، عند اي شخصية من شخصيات الاوفلاين، تشوف اول الطائر ما قدر راح يصدم، ابيك يعني تسيب السهم تحت، وبعدين راح تجيك هذه الرسالة انتظر عليها 4 ثواني، وبعدين يضغط اكس. اللي ما فهم ان شاء الله راح تفهم معي بالخطوة الثانية، ان الخطوة الاولى ما ضبط معي. فحاليا راح عدت. طيب يا شباب، فحاليا ابيك تضغط سهم تحت، وبعدين ابيك تروح عند فرانكلين او مايكل. اول ما تشوف الشخص قدر يحزم سيب السهم تحت، راح تجيك هاي الرسالة انتظر عليها 4 ثواني، اضغط عليها اكس. اذا رسمت يا شباب بهذه الطريقة ومت بهذه الطريقة اعرف ان الجيت تضابط معك. اذا ما فهمت شرحي ادخلوا لي في التليجرام ان شاء الله راح افهمكم بكل شيء. فحاليا انتظر حوالي كذا 15 ثانية، بعدين ابيك تفتح التاتش باد تضغط سهم فوق، بعدين ابيك تضغط اكس. بعد ما تضغط اكس راح تجيك هذه الرسالة، حاليا ابيك تضغط عليها اكس، راح يرجعك الى الدايركتور مود مثل ما انتم ملاحظين. حاليا باول ما يرجعك الى الدايركتور مود ابيك تروح الى خيار اكزيت تستور ميوت. حاليا ابيك تضغط عليه اكس، الخيار اللي هو قبل ما الاخير ابيك تضغط عليه اكس، راح تجيك هذه الرسالة اضغط عليه اكس. حاليا ابيك ترسم اول ما تشوف نفسك رسمت في هذه في الاوفلاين بشخصية الطائر. حاليا ابيك تفتح ستارت، تروح خيار الاونلاين، بعدين باللي في اونلاين انفايت او ديسيشن ابيك تدخل سيرفر خاص. طيب يا شباب، مثل ما انتم ملاحظين رسمنا في الاونلاين وهذه السيارات ومعانا، ومثل ما انتم ملاحظين فلوسي 196 مليون مثل ما هي. لو ترجعون اول مقطع راح تحصلون فلوسي ما نقصت ولا حتى دولار. فهذه السيارات. حاليا باقي لكم اخر خطوة انك تحفظ هذه السيارات. حاليا بيك تجي للنقطة الزرقاء هذه تضغط عندها سهم يمين، بعدين ابيك تروح تغير اماكن السيارات اللي اشتريتها او اماكن سيارات الدلكسو. فطيب يا شباب، حاليا اول ما تغير اماكن السيارات نقدر نقول الف مبروك، حفظتم السيارات ورجعتم فلوسكم ما خسرتم ولا دولار. فحاليا يا شباب هذه سيارة دروكسو راح تقدر انك تبيعها ب2,800,000 دولار تقريبا، مش عارف انا صراحة بكم متأكد. فروح شوف انت مكان التعديل وشوف كم راح تجيب لك. المهم يا شباب بكل حال انت كسبان. طيب شباب، واللي يسأل انه هذا الجيتش عليه باند او ما عليه باند، طبعا شباب جيتشات التجميد كلها طبعا ما كانت عليها باند، الاولات ما كانت ولا واحدة عليها باند. طبعا اتوقع ان هذا راح يسوون عليه باند.
فطبعا اذا جاك بند انا اخلي مسؤوليتي، فانا سويته كثير في حسابي الاساسي واتمنى ما راح يحصل شيء، فانت تستغل هذا الجليتش. من هنا نقدر نقول يا شباب وصلنا لنهاية المقطع. اتمنى المقطع عجبكم، لا تقصروا معي بضغطكم زر اللايك والاشتراك تفعيل زر الجرس. ترى يا شباب يسعدني والله يا شباب ان ضغطك بس زر اللايك، انه يسعدني يا شباب بشكل ما تتخيل. فبس والله يا شباب كان معكم اخوكم ياسر، انتظروا فيديو جديد في امان الله او مع السلامة.